اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد قاعد يظلم في الاتحاد. انت شنو المليارات اللي عنده، الناس 3 ايام يمشي على ساقيهم وهو راكب في كهرباء ب 300 مليون. هذا من يظلم فيه الرئيس، هذا الانسان اللي يخبي الفلوس واللي يعكعك ويدبر في الرشوه ويخبي فيها ويحط فيها في الحيط والارض وينسى الجيعان البشر. هذاك مسكين اللي يعلم ربي بحاله هو وعياله. توا اشبيه العباد علاش يشكروا كان الخامش والنتن، وعلاش الانسان اللي عنده قيمته وصاحب مبادئ وقيم ويدري من المصلحه العامه فتى ولا يذموا فيه. علاه؟ انا خدمت مع عمه الهادي سعيد وكيل الدوله العام ورئيس الاتحاد العالمي للقضاة وزيتوني وصادقي، فهمتني ولا؟ وكان فهمتني ولا معناها راجل فاضل بأتم على الكلمه. عمه هو ابوه اسمه المنصف سعيد، معناها هو قيس سعيد ونوفل سعيد اخوه ولاد عم، معناها عمهم، فهمتي؟ ولذلك انا خدمت قرابه 40 سنه في العدليه في المحكمه، وخدمت في الجيش، فهمتني ولا؟ وتضربت في معركه بنزرت وتجرحت، وخدمت 4 سنين فوق المده القانونيه تحت السلاح، فهمتني ولا؟ ورقدت في مستشفى العسكري. يعني احنا معانا انا زيتوني، معانا مناضل تونسي. مالا شنو